بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، ريال مدريد أمام زعيم الكرة الآسيوية نادي الهلال في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية. يوم كبير هذا المساء، مباراة النهائية في كأس العالم هنا في الرباط. ريال مدريد وجها لوجه أمام الهلال السعودي. أيضا من التألق توني كروس، محاولة مدريدية عرضية، إبعاد بدايات المحاولات، كارفاخال تمريرة وفرصة بريبلي بعيد عن الكل. ماريجا أمام كامافينجا، صراع وتحقيق الأمنيات وأيضا معارك كبرى كبيرة. سالم 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 سالم، لكن التغطية لاعبين وشخصية اللاعبين وقيمة اللاعبين وروح اللاعبين. هذا الدولي مع رئيس نادي ريال مدريد ورئيس الهلال يا لوكا مودريتش بلمسة لفالفيردي. فالفيردي تمريرة سابوسا بوسا لفييتو، مر وفييتو بكرة. كاريو تمريرة الرد في المساحة سريعة وصعبة على سعودة. توني كروس حبايبي من الكرة الأرضية، خطير لكارفاخال وفرصة وقت تمريرة الرد. بليهي مع خليفة في الإبعاد والبليهي. الكرة اللقطة لم يكن فيها تسلل على كارفاخال، التسلل على دوكا خطير جدا. كارفاخال وفرصة خطيرة لمدريد، وين تمريرة على اليمين. كارفاخال مع بلي، برافو بالتغطية، مبدأ الأمام ويجبر الهلال على التراجع. خطيرة لبينيم وكرة 1-0 لمدريد، 1-0 لمدريد عن طريق فينيسيوس جونيور. لوهلة واحدة، للقطة واحدة، في غفلة واحدة، في كورة واحدة، في تمريرة واحدة. المدريدية يخطفون الكورة ويخطفون الهدف بعد لمسة رائعة جدا من جانب المتألق كريم بنزيما. ضرب الدفاع الهلال، فينيسيوس الخطير للغاية يسجل هدف أول بعد 12 دقيقة لعب في نهائي كأس العالم. الكورة اللي كانت من بنزيما، غفلة من الدفاع، الوانتو روعة والتمريرة والنهاية أجمل. وفيني يضع مدريد بالهدف الأول في هذه المباراة. 1-0 لمصلحة النوب، وتمرير المين فييتو، وين تسديدة مرت بمحاذاة القائم، خطيرة من لوسيانو، وبعد ذلك مرت بمحاذاة القائم. هذا الشيء اللي راهن عليه الزعيم في مباراة الليلة، التحولات السريعة. ولكن مرة أخرى كل هلال غير مطالب اليوم من بين الاثنين. وبعد ذلك الكرة تبقى لمصلحة وبرافو جانج يون سو في الإبعاد. فالفيردي هدف ثاني لمدريد، هدف ثاني لمدريد بعد 18 دقيقة لعب في النهاية عن طريق فيدريكو فالفيردي اللي سجل في نصف النهائي. وفي المباراة النهائية مع هؤلاء القوم لا يمكن أن ترتكب أخطاء، سيكون العقاب قاسيا للغاية. وهذا ما حدث مع فريق دفاع الهلال في أكثر من لقطة. سجل مدريد بعد أن كان الأفضل في الدقائق الماضية والأكثر سيطرة أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية. تسديدة كانت من فالفيردي وبعد ذلك مرت إلى مرمى عبد الله المعيوف. قيمتهم إمكانياتهم. لوكا مرة أخرى بكرة عرضية خطيرة، عناصر تقريبا في مناطق الهلال. كرة تبقى لفينيسيوس جونيور، البينية لفييتو ثم ماريجا والتمريرة وتسديد. تمريرة أقرب إلى جوستافو كويار، كرة بالخطأ، بنزيما تسديدة في رادية جماعة. ماريجا 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 بكرة، هدف يا زعيم. الهلال يسجل في مرمى ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية. ماريجا بروعة كبيرة كبيرة كبيرة. هذا الشيء اللي راهن عليه الليلة، اللي راهن عليه الليلة. ضربهم في الهجمات المرتدة بعد دبابة موسى ماريجا. مين هذا مين هذا مين؟ كأنه حط الكورة. ماريجا في الانفراد، ماريجا في الروعة، ماريجا في النهائيات. بعد يمين خطيرة باتجاه فالفيردي، لمسة أقرب إلى جوستافو، حركة من جابير أمام سعود عبد الحميد، خطيرة داخل منطقة الجزاء. برافو سعود في التغطية مرة ثانية. مودريتش خطيرة بكرة عرضية، جانج يون سو في الإبعاد عن كرة القدم الأوروبية. لمسة من مودريتش، فالفيردي برافو بليه بهدوء. سعود في التغطية، لا زالت اللعبة لمصلحة فينيسيوس ولمصلحة توني كروس عرضية خطيرة في التغطية. سعود في التغطية، برافو 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 برافو، بعيدة بعيدة وخليفة عن المحاولات الهجومية. لمسة لموسى صعبة على ماريش، بلمسة إلى فالفيردي، محاولة بكرة عرضية خطيرة وفرصة لكن جدا. الكرة لمصلحة كريم، برافو جوستافو. وبعد لتوني كروس طويلة أمامية خطيرة داخل المنطقة لكن إبعاد مع كرة لماريجا. ماريجا داخل منطقة الجزاء،
لكن سعود خطيرة لمصلحة فينيسيوس مع جاك يوسف. برافو الشمس. تورنيدو. سالم بكرة على كل حال موريغا بينية لفييتو مع الهلال في هذه الأمسية أكثر مع كل سعود. عندك موريغا داخل منطقة الجزاء بكرة يجعل الفريق أكثر تحكم في الكرة لدى أنشيلوتي. محاولة في بداية شوط المباراة الثاني تسديد بينية لموريغا بالكعب لفييتو. تغطية دفاعية سعود على اليمين سعود يلعب حلمين بافينجا. فينيسيوس حذاري مع سعود عبد الحميد. الكرة العرضية خطيرة سجل بنزيما الهدف الثالث لكريم بنزيما. روعة كبيرة من فينيسيوس وهذا القناص كريم بنزيما يضرب بالهدف الثالث في هذا النهائي بعد عمل كبير جدا من فينيسيوس في لقطة التمريرة. مدريد يسجل الهدف الثالث في مرمى الهلال، لكن شوط ثاني هذا الهلالي بروعة كبيرة بمستوى جيد جدا، ولكن في الأخير أنت تقابل ريال مدريد، أنت تلعب ضد الميرينجي. شوف اللقطة فينيسيوس بنزيما ونهاية رائعة من جانب كريم اللي سجل رابع أهدافه في مونديال الأندية. غفلة من دفاع الهلال على واحد أمام كامافينجا. سعود بكرة عرضية خطيرة لكن فالفيردي مع كارفاخال الونتو تحرك من جانب فالفيردي هدف رابع لمدريد. استغلوا الجهة اليسرى اللي كان فيها أفوات وتحرك بذكاء كبير جدا فالفيردي الونتو مع داني كارفاخال وسجل ريال مدريد رابع أهدافه في هذا النهائي أمام الهلال السعودي. شوف اللقطة مرة أخرى بين فالفيردي وداني كارفاخال، تحرك وبعد ذلك هوب الضربة. خلاص المدريدية أي مساحة تترك عقابها صعب وقاتل. ريال مدريد يسجل لفييتو، فرصة لفييتو يا ولد يا لوسيانو. 4-2 الزعيم يسجل ثاني أهدافه في مرمى ريال مدريد في نهائي المونديال. لوسيانو بعد تمريرة كبيرة ورائعة جدا من سعود عبد الحميد، بروعة كبيرة جدا من سعود عبد الحميد. الهلاليين يقاتلون لأجل جماهيرهم انهاء المونديال بأفضل شكل ممكن. سعود بيبعد الكرة، سيبايوس مر وبيليب والكرة في المرمى. هدف مدريدي الخامس لمصلحة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس. مرة أخرى الأخطاء الدفاعية البسيطة، تفاصيل صغيرة جدا تحسب لك مباريات طبعا من هذا النوع أمام لاعبين بهذه القيمة وهذه الجودة وهذه الإمكانيات وهذه المستوى العالي. يسجل مدريد 5 أهداف عن طريق فينيسيوس. تغطية سعود عبد الحميد مرة أولى. الأخطاء اللي من هذا النوع مكلفة للغاية. يلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء لكن الرأسية تمر. انتظار من جانب داني كارفاخال داخل منطقة الجزاء، يبحث عن كأس جديدة في مشواره. محاولة من جانب مدرب في حاجة إلى هدايا في وسط الميدان في أخطاء مكلفة. سعودي ميشائيل شخصية يا زعيم. أي كرة جميلة في لقطة رائعة. المدريدية طبعا حسموا الأمور في هذه المباراة النهائية. الهلال حب يستعرض أيضا قيمة ومهارات لاعبيه في هذه اللقطة. ميشائيل مرة أولى وفييتو بروعة ثانية. هذا ميشائيل بكرة وفرصة لباريغا. يا إلهي لقطة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.